الاهلي ضد بالميراس بعد تعادل سلبي قدام انتر ميامي. النادي الاهلي على مواجهه قويه وحاسمه، وخلينا نقول انها مواجهه الصعود. النادي الاهلي ضد بالميراس. خلينا نقول ان انا عندي ثقه تامه في لعبتنا. خلينا نقول ان النهارده انا حاسس ان شاء الله النادي الاهلي داخل علشان ينتصر، عكس المباراه اللي فاتت. النادي الاهلي داخل مش مصدق نفسه، اللعيبه مش مصدقه نفسها، مش مصدقه انها تقدر تكسب فرقه فيها ليونيل ميسي. اللعيبه داخله وهي مش مصدقه، فبالتالي كان من الطبيعي يضيع الفرص الكتيره دي. ليه؟ لان في تردد، لان اللعيبه اما بتكون هي والجول لوحدها بتتخض. ايه السهوله دي؟ احنا وصلنا للجول بسهوله كده؟ طب ما الكره سهله اهي، طب ما احنا قادرين نلعب اهو، قادرين نكون ند قوي اهو. فالمباراه اللي فاتت النادي الاهلي طلع منها زي ما قلنا في الحلقه اللي كانت بعد المباراه بحاجه مهمه جدا، طلع بيها ان هو خلاص الرهبه اللي عند اللعيبه راحت. اللعيبه حست انها تقدر، حست انها عندها، حست ان الموضوع مش صعب. فخلاص اللعيبه داخله مباراه النهارده وهي ما عندهاش غير هدف واحد، وهي الفوز، وان هم 11 لاعب ضد 11 لاعب. نروح بقى لشويه تكتيك كده حلوين. هو النادي الاهلي هيلعب ازاي في المباراه دي؟ النادي الاهلي كعادته كطريقته المعروفه 4-3-3، 4 دفاع، 3 في خط الوسط، 3 في الهجوم. طبعا التشكيل انا من وجهه نظري هيكون كالاتي، وخلينا نقول ان هو اللي انا عايزه او اللي انا بتمناه. اكيد في حراسه المرمى شوبير، على اليمين محمد هاني، ياسر ابراهيم، اشرف داري، على الشمال بيكهام. انا بتمنى ان هو يكون بيكهام. ممكن يحيى عطية الله، ممكن العش، ممكن، ولكن انا بتمنى ان هو يكون بيكهام على الشمال. ليه؟ هقول لك دلوقتي. نروح لخط الوسط. اكيد هيكون حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، مروان عطية. ممكن نشوف ديانج، ممكن، وده تمني مني ان اشوف ديانج مكان مروان عطية. الاجنحة طبعا هيكون زيزو، تريزيجيه، قدامهم وسام. اللي هيقوم بدور امام في ارض الملعب هيكون زيزو باللامركزيه بسرعته اللي شفناها في المباراه اللي فاتت. زيزو المباراه اللي فاتت كان عامل لامركزيه حلوه جدا، يمين شمال هجوم خط وسط، كان جميل جدا وحلو جدا. نروح لنقطه مهمه جدا. ليه يا احمد انت بتقول بيكهام؟ هقول لك. الفرقه دي فرقه صعبه جدا 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 في الاجنحه، فرقه سريعه سرعه البرق من الاجنحه بتاعتها. يعني انت هتشوف هجوم من على الاطراف من خلالهم رهيب فوق ما تتخيل. طب ليه بيكهام؟ عشان بيكهام يتحول معايا لمدافع ثالث في الهجمات، ويميل مكانه مين؟ حمدي فتحي، يسد الفجوه دي. ومش لازم يكون حمدي فتحي، ممكن اللي يميل مكانه اليو ديانج، وحمدي فتحي كمان يرجع مع الدفاع. فبالتالي انت عملت صدادة دفاعية رهيبة، مش مكونة بس من 3 لعيبة ولا 4 لعيبة ولا 5 لعيبة، انت عملتها من 6 لعيبة. يعني هيكون بيكهام واشرف داري وياسر ثلاثي دفاع بحت، وديانج هينزل يسد ناحية الشمال مع مساندة بيكهام طبعا، وعلى الناحية التانية محمد هاني، على الناحية اليمين محمد هاني، وهينزل ديانج كمان ما بين قلوب الدفاع او قدام قلوب الدفاع كصدادة اولى او كحائط صد اول. فبالتالي هنا انت قفلتها. طيب هجوميا النادي الاهلي هيشتغل ازاي؟ هجوميا انت محتاج تشتغل على الارتداد السريع، محتاج تشتغل على الهجمه المرتده والتحول السريع من الدفاع للهجوم، لانهم لما بيكونوا مهاجمين حرفيا بيكون دفاعهم مشتت تماما وما بيعرفش يرجع ويلحق انه يتمركز. فانت لازم تلعب على النقطه دي وتتحول بسرعه، وده هيكون بسرعات زيزو وتريزيجيه طبعا ومحمد علي بن رمضان. وديانج برده هنا مهم وليه دور، لان ديانج عنده النزعه الهجوميه. فعشان كده انا بطالب ان ديانج هو اللي يكون اساسي مكان مروان عطيه. ان ديانج مش اساسي فمروان هيقوم بدور ديانج، ولكن انا وجهه نظري مش بنفس الدور اللي بيقوم بيه ديانج. انا بتكلم على الخطه اللي انا شايفها الانسب للمباراه دي، وازاي الخطه دي هتكون كويسه في ارض الملعب. عندهم نقطه ضعف مهمه جدا وهي العرضيات، وده هيكون دور مهم جدا لمحمد هاني. واللي على الناحيه الشمال بقى سواء كان العش، بيكهام، يحيى عطية الله، اللي احنا طبعا مش الكل بيقول ان هو هيلعب، ولكن هيكون دور مهم جدا. ممكن كمان نشوف ان زيزو وتريزيجيه عليهم دور مهم في العرضيات، يرفعوا لوسام. ليه لا؟ لان الباكات مش هتتقدم كتير، لان زي ما بنقول السرعات اللي عندهم على الاجنحه هتخليك متحفظ شويه في تقدم الباكات. بس يا ساده، دول شويه تكتيك صغيرين جدا لو اتعملوا صح
هنقول ان الكرة سهلة، ان الدنيا بسيطة، ان الدنيا سهلة. نصدق نفسنا، احنا اسياد افريقيا، احنا اسياد العرب، احنا الكل في الكل في كرة القدم. احنا لو نصدق نفسنا هنروح لبعيد قوي. صدق ان انت الكبير، صدق ان انت الاحسن، صدق ان انت الافضل، هتلاقي نفسك الاحسن والافضل. نقطة مهمة جدا، الكور اللي انت رحت بيها قدام انتر ميامي وضيعتها، كورة واحدة منها بس اللي ممكن تروح بيها النهاردة ولازم تجيبها. فلازم اللعيبة تكون مركزة كويس قوي في انهاء الفرصة. ولو دي الحاجة الوحيدة اللي احنا طلعنا منها وصححناها من مباراة انتر ميامي، فانا راضي جدا جدا جدا. اتمنى الالتزام من جميع اللعيبة. خوسيه ريفيرو هينزل ضاغط ولا هينزل دفاع؟ انا شايف ان هو هينزل متوازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم. اللي انا شايفه في المدرب ده ان هو يستحيل ينزل اي مباراة يدافع. هو هينزل متوازن ما بين الدفاع والهجوم، ولكن هتكون الغلبة للهجوم. وده اللي عجبني جدا جدا للامانه في المدرب ده، ان هو مدرب هجومي بحت. والنادي الاهلي فرقه هجوميه بحت، ولما بتلعب هجومي بيكون هو النادي الاهلي اللي احنا عارفينه. عموما هستنى منكم توقع لنتيجة المباراة، وإن شاء الله تكون مباراة جيدة، مباراة الإجادة للنادي الأهلي، مباراة الصعود بإذن الله للنادي الأهلي. فوز النادي الأهلي النهاردة يضمن لي الصعود للدور الجاي. كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لمدرب النادي الأهلي في اختيار التشكيل الأنسب والأصح، كل التوفيق لكل لاعب في إنه يؤدي الدور اللي عليه. أتمنى التركيز في التبديلات. حلقتنا خلصت، سلام.